خوات باش تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في الفيديو. جبت لكم الاخوان في الفيديو اخر الاخبار بخصوص انتقالات عز الدين أوناحي وامرابط وكذلك سفيان بوفال، معنا كذلك حكيم زياش. بلا ما نطول عليكم الاخوان ندخلوا ذلك في التفاصيل. والبدايه الاخوان كالعاده غادي تكون بامرابط تجاه عرض من ليفربول بقيمه ديالو 40 مليون. والمصدر ديال الخبر الاخوان هو صحيفه دستون البريطانيه اللي معروفه بزاف وعندها مصداقيه 100%. قالت بان ليفربول حط الامام ديالو امرابط وكذلك بيلينغهام كاول خطوتين يقدر يتعاقد معاهم في هذا الميركاتو الشتوي. وكتبات الكلام التالي: يبدو فريق ليفربول الانجليزي جاد بدرجه عاليه حول موضوع الدولي سفيان امرابط الذي شكل ظاهره المونديال كافضل رجل وسط الميدان الاسود والدوره بكاملها. وقالت كذلك واحد المصادر ايطاليه بان ليفربول مستعد يدفع 45 مليون، وفي ديسون قالوا انهم مستعدين يدفعوا 40 مليون. ندوز الاخوان لعز الدين أوناحي وكذلك سفيان بوفال، بحيث ان النادي انجي يستعد لرحيل بوفال وأوناحي بعد العروض التي تلقاها ثنائي المنتخب المغربي عقب نهايه المونديال. وفارق انجي الاخوان كيتسنى اي عروض يجيو، يعني الا جاو شي عروض غادي يناقشهم وغادي يبيعهم، حيت الا بقاو عنده يقدر أوناحي يطيح النيفو ديالو وكذلك بوفال، نظرا ان الفريق في المركز الاخير في الدوري الفرنسي من اول فرصه غادي تجيهم غادي يبيعوا اللاعب. واسم ديال أوناحي مرتبط بزاف بليستر سيتي. وقال سعد شعباني هو الوكيل ديالهم: يمكننا الرحيل في شهر يناير او في فبراير ونحن نستعد لكل السيناريوهات الممكنه. قال لا يمكن ايقاف لاعب يود الرحيل، نحن حاليا نتوفر على حلول اخرى فالامر عاد. حين تصل للمربع الذهبي للمونديال فعودتك لن تكون كالسابق، كل شيء يتغير بالنسبه لهم. يعني الاخوه رئيس انجي الا جاو شي عروض راه غادي يبيعهم ما غاديش يخليهم عنده، حيت الفريق كمر مع الازمه وباغي كذلك شو الفلوس. وبالنسبه لحكيم زياش الاخوان الصحيفه دي مارزيو قالت بان استي ميلان كترجع عاوتاني باش تعاقد مع حكيم زياش. وانا كنقول لكم الاخوان اطمئنوا، لان حكيم زياش الا ما مشاش لشي فريق فتشيلسي غادي يلعب فيها كشكل رسمي، يعني ما غاديش يضيع او ما غاديش يتهم بتاتا. الاخوان كونوا هانيين من القضيه هذه. هذا ما كان الاخوان، تهلاو لي فراسكم بزاف، نشوفوا فيديو ان شاء الله، في امان الله.